2022 مع الشاعر الدكتور سامح درويش. كل عام وانتم بخير. أنا سعيد أن أكون موجودا معكم اليوم في مصر. خطير الصراحة. لا يعني على كل حال المثل البالي يقول يا باشا من زوج خسر. مش عايزين بقى أنا أحمل إليكم التحية والتوسع. وبالمناسبة أنا أعيش في بورسعيد أو الضفة الشرقية أو الجزء الآسيوي من محافظة بورسعيد، وأعبر كل يوم ما بين قارتين، ما بين بورسعيد وبورسعيد، وقد تربيت وفي أحضان أوان بلادي النوبس الحبيب المعشوق. فهذه صورة وأنا أعبر يوميا في موكبي الملكي تحف بهذا الموكب حول العبارة نوال سليمان. موكب ملكي، موكب يتجدد في كل يوم ويعبر ما بين شطين، ينبت عندهما شجر سابق ومآذن قد عانقتها السماء. ثانيا فوق موج رخيم يرقص ما قد تصيده من ضياء. موكب ملكي السنان كأن له ملكا شاعرا كأن له ملكا شاعرا يقتضي فرسا من نوال. والرعايا نوابس، والرعايا نوابس أسرابها رفرفت حوله بالتحية والحب بينهما واصل مفعم بالعذابات والكبرياء. وإلى المشهد الشعري انتمى النسمان وأجنحة صفقت ومشاعر مشتعلات وعطر ونور وماء. لحظة لوحة أبدعتها النوارس وهي تهل تطوف تنظم موكبها وتحيي المليك المغني لها، ثم تمضي مسافرة في الفضاء. موكب ملكي مهيب سوى أن سلطانه والرعايا سواء.
السيميائي من وإلى بهاء طاهر. اقترب كي ترى، وابتعد كي تحس وتلمس ما لا يرى. هكذا قال من أبصر، ثم مال وأطلق يغرز نظرته في الثرى راسما بأصابعه نصف دائرة وهلالا، وخط خطوطا مموهة ليس يفهمها غيره. قلت مستفسرا: سيدي هل تعلمني بعض ما تعلم؟ قال لي: ليس بالعقل يا ولدي وحده تفهمه. قلت: جدي. فقال: تأمل تجد ما تريد، وعش لحظة، ثم أخلص لتنجز أسطورة، واستمع لوجيبك تسمع صدى يلهمه، واتبع القلب صدقه واستفتيه، فهو باب إلى رؤية لا تحد. قلت: يا سيدي هل تعلمني كيف أنجز أسطورتي؟ قال: عند اكتمال الرؤى وصفاء البصر يتغير مجرى النهر، وتشاهد حتى ترى كل شيء بدا واحدا. كل ما في الوجود تردد أصداء مختلفات لصوت أحد. قال ما قال، ثم أشار: انصرف، لا تعد، قد علمت وعلمت، بعضا يدلك، فامضي، الطريق أمامك، فيه الدليل، فاتخذ للحقيقة هذا السبيل. نبأ الرذاذ. هذا الرذاذ الذي يبدو به الظاهر، زخته في سحاب الخوف تختبئ، ظمآن جفت لهاتي غير أغنية على فمي لم تزل تعلو وتختلف. لمن أغني وفي آذانهم صمم، وفي عقولهم التفكير مهترئ. حذرتهم من رياح الموت ما سمعوا، أنذرتهم من سموم المقت ما عبثوا. وقلت أيامكم تنسل من يديكم، لكنهم ما وعوا هذا ولا ردوا. كانت لي اللحظة البلجاء كاشفة ما خلف وجه من الإرهاب ينكفئ. رأيت ما لم يروا، كانوا بسكرتهم وغيهم في ضلال فيه ما فتنوا. رأيت قارعة في الأفق قادمة من هولها سيجف الماء كله. صرخت فيهم وكان الصمت واسمعه له ضجيج على إما غفل الملأ، لكنهم قد أشاعوا وجههم ومضوا يحلوهم في الضياع الغي والخطأ. هذا الرذاذ الذي
يذكو به الظمأ أيام بدأت من يوم أن طرأوا في ركبهم مشت الأصلار والحلق وأفسدوا وطغوا والحق قد شنأوا وكبلوا الصحبة فاسودت ولا مطر ولا بشائر بالسخات تبتدئ وليس إلا رذاذا لا يهل صبا ونار في فؤادي ليس تنطفئ سحائب مثقلات كلها غضب بالرفض والثورة الهوجاء تمتلئ فيا سحاب تفجر فالورى صمت لكنما في غد يأتي ذنبه. دكتور سامح درويش. الآن مع شاعر من مواليد 1992